بوغرسين، وايضا بالرقم 11 اللاعب فهد الذي ايضا يدخل هذه المباراه في اجواء حماسيه. فهد محمد حنتول بالرقم 14 فهد حضيري ملبيشي، وايضا بالرقم 10 تبدا المباراه الان متابعينا. يعني تظهر الان التشكيل وتاتي ملامح التشكيل. بالرقم 10 محمد الخثامي، وايضا يوجد بالرقم 3 عبد الله حسن القرني، ويوجد بالرقم 6 امامنا هجمه صوماليه. ابناء الصومال يهجمون، هجمه ممكن هدف، ممكن هدف، ركله مرمى. اعتقد ان الصوماليون قادرون على الوصول الى المرمى بسهوله، وقادرون يا عثمان، قادرون يا عثمان. شوف فارق القامة واضح جدا، فارق القامة. شوف عثمان صلادي اللي سجل هدفين في مرمى لبنان قبل يومين، هذا عثمان يعود. أقول بكل صراحة هنالك تفوق بدني واضح، ولكن هذا لا يعني ضعف الفرقة السعودية، بل ربما يعمل عامل المهارة هنا. يعني في كل لحظة ربما نتوقع أن يكون هنالك عامل، وبالتالي في الحالة دي ما عندك إلا المهارات الفردية، الباصات القصيرة الأرضية السريعة، لأنه في حالة لعب الفرقة السعودية على الكرات العالية فإن التفوق سيكون واضحا البتة بالنسبة للمنتخب الصومالي. لماذا؟ لطول القامة الفارع ما شاء الله الذي يظهر على أبناء الصومال. فبالتالي الكرات القصيرة والأرضية دائما يقولوا أي حارس مرمى طويل يكون عنده مشكلة الكرات الأرضية اللي تحت، وهذه مشكلة بيتر شيك ومشكلة جوهارد ومشكلة ما قبله ديفيد سيمان. الكرة الآن في رمية تماس متابعينا في كل زمان ومكان. السعودية بهذا الزي الذي تظهر به كما تابعنا، وعلى يمين الملعب على يسار الملعب تلعب الصومال. هنا الهجمة التوزيع العكسية، لماذا ادخلها؟ لماذا تأخرت؟ وإذا ادخرت إلى الصباح بسالة فاعلم بأن اليوم أنسب من غدي. إذا انطلاق الآن من وسط الميدان، تعود الكرة انطلاقا لسعيد علي محي الدين، والتمرير عبد الرازق، وهنا أمامنا هجمة مرة أخرى. شوف الانطلاق وشوف المرور، ولكن تصعب الكرة لتبقى الآن الكرة في رمية تماس لسعيد علي محي الدين، ولكن من سينفذها بدلا عنه؟ الكرة من وسط الميدان. تعود الكرة الآن في هجمة، ولكن الدفاع بعد أن انطلق بها. وهنا الهجمة، شوف التفوق، شوف المساحات التي يعبرون بها عبر وسط الميدان، يعبرون المساحة والهدف يضيع. المساحة حذاري، يحذروا المساحات واحذروا وسط الميدان. الكرة تعود الآن لوسط الملعب. أهل المربد قادرون على التسجيل، أهل المربد. المنتخب السعودية قادر، ولكن أفاعي الصومال هم جاهزون لاقتحام المرمى. شوف التسديدة لم تكن بالدقة، نقصتهم اللمسة الأخيرة، وهنا توزيعة، ولكن الدفاع أيضا يتدخل لترجع الكرة مرة أخرى. انطلاق الآن محمد، والتمريرة تعود من وسط الميدان ولكن إلى حارس المرمى بكل سلام وبكل طمأنينة. هذه هي التسديدة التي عبرت إلى حارس المرمى ليلعبها جمال الآن في وسط الميدان، أو الحارس مبارك. الكرة ترجع الآن من جديد، ترجع، يعني هذا عامل مشكلة صراحة في وسط الميدان. هنا فرصة، هنا التوزيعة العكسية، ولكن الحارس يتدخل. التمرير الزاحفة الأرضية. عبد الرازق عامل مشكلة في وسط الميدان بالرقم 15، عامل مشكلة كبيرة جدا، وبالتالي أصبح التنافس على نجومية المباراة. فبالتالي الجائزة مغرية البتة، خاصة وأنها يعني آيفون آخر إصدار وأحدث إصدار. الكرة تعود الآن إلى رمية تماس متابعينا في كل زمان ومكان. الكرة ترجع الآن، شوف لأبناء السعودية، فهد يلعبها. التمريرة مرة أخرى، أسماء مرت ونهائي 96 السعودية والإمارات يشهد بذلك. نهائي 96 يوم يوسف الثنيان، يوم تاريخ الفرقة السعودية. وهنا أمامنا الهجمة. الكرة ترجع من وسط الميدان، تعود الصومالية. عبد الرازق يعمل التمريرة، ولكنها تعود هذه المرة السعودية. ترجع من عبد الله على اليمين يحاول الانطلاق، ولكن هنالك تدخل دفاعي قوي جدا، تدخل دفاعي إبراهيم صاحب الرقم 16 يقاتل يعمل التمريرة. هنا تعود مرة أخرى لمحاولة المرور، يبحثون عن عبد الرازق لأنه الأكثر اختراقا، ولكن رجع. أين اللاعب عثمان صلادي الذي رجع؟ أين اختفى؟ تعود الكرة من جديد الآن. هنالك توزيعة. عثمان، هذا هو عثمان
عثمان. شوف رجع عمل يعني دور صانع اللعب ومال الى الطرف الايسر كالوسط الايسر. هكذا ضربت لبنان، هكذا ضربت لبنان بهذه الكرات العاليه، بهذه الكرات العاليه سجل منها هدف. فانتبهوا يا ابناء السعوديه، فانتبهوا، وعليكم ان تنتبهوا من مهارات السعوديه يا ابناء الصومال، عليكم ان تنتبهوا من تمريرات ابناء السعوديه القاتله الساحره. الكره الان الى ركله مرمى، تعادل قبل قليل يعني فرقه الامارات وقطر قبل قليل، مباراه رائعه جدا واثارت الكل وكانت مباراه جميله صراحه. يعني احمد هشام اكد على انه يعني هنالك اسم قادم بعد اسم احمد سعيد. أكد هذا أحمد سعيد اللي عمل العمايل وفعل الفعايل في البطولة السابقة، والذي حاز على جائزة أفضل لاعب يستحقها لأنه كان من رائعي اللاعبون. الكرة تعود الآن من رائعي اللاعبين وكان له تاريخ جميل في البطولة السابقة. الكرة إلى رمية تماس، إلى سباير، إلى أكاديمية سباير وإلى تاريخك الجميل يا أحمد سعيد. فهنالك أحمد قادم اسمه أحمد هشام. الكرة ترجع الآن إلى رمية تماس. المدرب طبعا محمد المالكي بالنسبة للسعودية وعثمان أبو بكر، يعني وهذه هي لقطات محمد المالكي المدرب. والكرة ترجع الآن أحمد في محاولة الانطلاق. هنا أمامنا توزيعة ولكنها تعود من عبد الرازق، وهنالك أيضا اللاعب تركي طبعا بالرقم 6 تركي أحمد الزهراني من فرقة السعودية، وأيضا عندهم اللاعب مشاري، هذا اللاعب الخطير اللي اسمه مشاري أيضا رغم رجوعه للدفاع، مشاري فارس العتيبي. لترجع الكرة إلى رمية تماس. الآن الكرة تلعب ولكنها ابتعدت من اللاعب محمد الخثامي، من اللاعب محمد الخثامي ظهرت عليه هذه اللقطة. الكرة تعود الآن لوسط الميدان لترجع، ولكن الدفاع ينطلق عبد الرازق يبحث. أيوة عبد الرازق، إن أنت يا عبد الرازق، أيوة أنت يا عبد الرازق الإفريقي. أم عبد الرازق الذي كان له التاريخ أيضا في ديربي كاونتي ويلعب بمستوى عالي. نادي ديربي كاونتي الذي يلعب في الدرجة يعني حاليا ابتعد كثيرا بعد أن كان يعني يعمل العمايل. وهنا الكرة إلى رمية تماس. الكرة ترجع الآن بعد أن خسر سابق مبارياته أمام اليونايتد في كأس إنجلترا. الكرة تعود الآن لوسط الميدان. فهد هو من سيلعب هذه الكرة، فهد حضيري ملبيشي، والله يكون في عونك يا عثمان. ولكن إلى ركلة مرمى. 7 دقائق تمر من عمر الشوط الأول وما زالت النتيجة التعادل السلبي، لكن أراهن من يراهنني اعتقادي أن هذه المباراة لن ولم تنتهي بالتعادل السلبي البتة. الكرة تعود الآن، وإن كان كثير من الناس رشحوا السعودية، ولكن حتى الآن الفرقة الصومالية تبدي أدوارا جميلة. فإلى أي المسير، إلى أي الطرق ستسير سنتابع إن شاء الله. الكرة ترجع الآن. خليل الزياني اسم لن تنساه المدرجات السعودية. والكرة تعود التي هتفت له بالتصفيق والإشادة ذلك المدرب الرائع. وهنا عثمان يلعبها والهدف يضيع. احذروا يا أبناء الصومال، هكذا اليوم والتسديد الهدف. لا، هكذا اليوم يا أبناء الصومال. يعني هذا هو إبراهيم تقدم ولكن الحارس مبارك صداها. الحارس مبارك استلم الكرة، يعني لم تأتي بالقوة المطلوبة. احذروا، فاليوم جندل أبناء الأردن بهدف البحرين اليوم يا عثمان، سجل فيهم بسبب تضييعهم الكثير. وبالمناسبة أحيانا حتى في الملعب الرياح قد تلعب دورا، ولكن التكتيك هو اللي مطلوب أكثر. الكرة إلى ركلة مرمى. كما ذكرت لكم خليل الزياني اللي حصل المدرب العظيم الذي حصل مع المنتخب يعني السعودي على كأس آسيا في العام 1984. هذا الاسم الذي لن تنساه الجماهير البتة. هذا المدرب الكبير الذي له تاريخ، وحاليا هو نائب رئيس نادي الاتفاق والرجل محللا رياضيا يا حكم الوسط. نعم، فبالتالي كان له القدح المعلى يعني في هذه البطولة، ويعني نفع السعودية جدا، وبالتالي له مكانة كبيرة. الكرة تعود الآن من عبد الرازق، يبحث عن من يمرر، يبحث عن من يساند، وأمامنا الهجمة هنا. تعود الكرة من فهد في وسط الميدان، التسديدة النيران الصديقة ماذا؟ مرة أخرى ينطلق الآن عبد الرازق يعطي التمريرة. شوف عبد الرازق، شوف الدور الذي يؤديه عبد الرازق. هنا هجمة
هنا توزيع تسديدة ولكن سهلة، سهلة تماما. فبالتالي بطولة سنغافورة في 1984 كانت للسعودية يعني لمسة جميلة، والكرة تعود والهدف. لا، أمامك مدافع، أمامك مدافع. من هذا المدافع؟ إنه أحمد صاحب الرقم 13، أحمد وليد بوغرسين. تحية يا أحمد الذي قاتل على هذه الكرة. ثم تدخل أحمد يعني جعل الكرة لا تعبر، كانت خطيرة، كانت ستعبر أؤكد لكم، ولكن لأنه كان اللاعب حيجد نفسه في حالة انفراد مع الحارس وسيسدد بيمناه قوية. الكرة تعود الآن إلى رمي التماس، ومع خليل الزياني تأهلوا لأولمبياد يعني لوس أنجلس 84 التي أبلى فيها العرب بلاء حسنا، وكان من ضمنهم قطر أيضا. الكرة إلى رمي التماس، إلى رمي التماس، 11 دقيقة، النتيجة بالتعادل حتى الآن، النتيجة بالتعادل حتى الآن. التمريرة، التوزيعة، محاولة الانطلاق، إلى أين الذهاب؟ تمريرة، فرصة، ولكن ذهبت إلى البعيد، ذهبت، والتسديدة من إبراهيم القادم من الخلف. إبراهيم يسدد الكرة، تعود من جديد عبد الرازق حاول أن يفعلها، حاول أن يتقدم بيد أن هنالك اقتتالا واضحا، والكرة تعود، الفرصة والتمريرة. بالمناسبة جائزة أفضل لاعب التي تقدم في كل مباراة بعرضها المغري دائما وأبدا، يعني هي تقدم ليست من مثلا استفتاء، وليس من شخصية محددة، ولا بل على العكس. وهذه دكة البدلاء هي عبارة عن اللجنة المنظمة لهذه البطولة، لجنة مختصة لهذه الجائزة، وهذا طبعا ما يعبر عن أو ما يمثل الحيادية، ويمثل في نظرة هذه اللجنة يعني من سواء كان فيهم مدربا أو لاعبا أو محللا، وبالتالي تعطى بالعدل دائما. الكرة تعود الآن، وبالتالي بطولة كأس جيم حتى لو ما أعطيت فيها الجوائز، فبالتالي هذه البطولة خرجت المواهب وأظهرتها للعالم العربي، ليعرف كل العالم بأن هنالك لاعبين، يعني عندنا لاعبين كويسين. وين انطلاق الآن السعودية، ولكن الدفاع أيضا يتدخل بعد أن انطلقت الهجمة بصورة جميلة قبل قليل من الفرقة السعودية، وهنا التوزيع، المحاولة، ولكن الدفاع. انطلقت الكرة بصورة يعني جميلة جدا من اللاعب مشاري يعني، ولكن ذهبت إلى البعيد. الكرة من وسط الميدان، تعود الآن الانطلاق السعودية، حاول التمرير، حاول مشاري كاد أن يفعلها، ولكنها يعني لو كان أعطى تمريرة كان يمكن أن يفعل الأفاعيل، ولكن كرة القدم لا تمسك بالعهد الذي ظفرت به إلا كما يمسك الماء الغرابيل. أم ماذا تقولون يا أبناء السعودية التي كانت كما ذكرنا يعني اليوم الدوري السعودي وتاريخه معروف وأنديته القوية جدا، وهنا دكة البدلاء التي تظهر الآن ما أحلى الابتسامة، وربي ما تحرم بيت من الأطفال هذه الأغنية المعروفة. والكرة إلى رمي التماس الآن لمصلحة السعودية، وبالتالي بتاريخ 1988 يوم أن انتصر السعوديون بالبطولة التي كانت في أو آسيا بقيادة كارلوس ألبرتو بيريرا، هذا المدرب الكبير الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم 1994. الكرة ترجع الآن لوسط الميدان، والطريف أنه هذا المدرب 94 فايز مع البرازيل بكأس العالم، في العام 2014 جابوه وجابوا معاه فيليب لويز سكولاري الذي فاز في العام 2002 بكأس العالم، ورغم ذلك انهزمت البرازيل بالسباعية. يعني هذا مدرب وهذا مساعد مدرب، لم يقفوا أمام الألمان رغم عظمة البرازيل وتاريخها. الكرة إلى رمي التماس الآن، نتمنى أن يكون لدينا برازيل. ألا توافقني يا محمد المالك أيها المدرب الشاب؟ ألا توافقني على ذلك؟ نتمنى أن تكون لدينا برازيل يعني مهارات فردية وتسديدة جميلة، مهارات فردية سعودية، ولدينا أيضا لطائف ودرر قطرية وروائع جميلة من أبناء الفرقة العمانية، وحلاوة التمرير وتسديدات من أبناء الفرقة اللبنانية ومن كل العالم والأقطار العوالم والأقطار العربية.
نتمنى أن نرى تيما، يعني نتمنى أن نرى منتخبات رائعة وأندية عظيمة، نتمنى ذلك لتوازي يا عثمان شبيه بعبد الله سار. عبد الله سار مدرب المنتخب السنغالي في العام 2006 في افريقيا، يعني هذا الرجل شبيه له البتة. فنحن نتمنى ان يكون لدينا هذا التيم بروعة وعظمة ومهارة وسلطان وصولجان البرازيل، وان يكون لديهم الصمود والاقتتال ولديهم المحاربة في الكرة والصمود حتى آخر لحظة، والكرة المعقدة كالألمان، صمود الألمان. نتمنى أن نرى منتخبات كهذه. لن نغفل عن الطواحين ولن ننسى الديوك ولن ننسى الغير، ولكن عظمة الطليان أيضا لن تنسى. رمية التماس الآن السعودية متابعينا، فهد يلعبها الآن لوسط الميدان، لم تصل للاعب أحمد ولم تصل للاعب عبد الله بالرقم 3، بيد أنها الآن تعود تماس مرة أخرى السعودية. آخر 5 دقائق في الشوط الأول، هل يستطيعون أن يفعلوا فيها الأفاعيل؟ سنتابع محاربو وأفاعي الصومال، هل يستطيعون لها قرارا؟ سنرى ونتابع بإذن الله. الكرة تلعب الآن، مخالفة يمكن الاستفادة عالية. شفت التفوق واضح كيف؟ التفوق الدفاعي. قلت لك اللعبات الهوائية يعني مشكلة، اللعبات الهوائية مشكلة صراحة. يعني كيف القامات الدفاعية فارعة الطول، وهذا الكلام يعرفه المحللون جيدا، وسنستمع إلى أحلى محللين وأفاتارات محللين اليوم بإذن الله. والكرة تلعب والأوفسايد. الأوفسايد هكذا دائما. لوكاتوني، بيبو إنزاجي، وبيرباتوف، هؤلاء الثلاثة نفر سبحان الله يعني يعرفون. شوف التشجيع، منهم من يرتدي النظارة الملونة الشمسية. من أين آتي بها هذا الرجل؟ من الصين يكون غالبا. الصين مليار و400 مليون نسمة إلى ثلث العالم يكون، ما أعرف غايته. هل أتيت لنا من حجارة ذاك السور الذي عد من عجائب الدنيا السبع؟ الكرة ترجع الآن، ترجع وتعود. أم ذهبت إلى دمشق أم مررت بالعراق أم جئت لنا بتحفة معمارية من حدائق بابل المعلقة في الهواء، أم أنها أسطورة فقط؟ وعثمان يبتسم مع هذه اللقطة، هذا الكوتش وهذا اللاعب عثمان أيضا، الكوتش عثمان واللاعب عثمان في لقطة واحدة. الكرة إلى ركلة مرمى، مثل اللاعب السابق لقطر أحمد سعيد، واللاعب الذي أحرز الهدف اليوم أحمد هشام، والمعلق الآن أحمد الضي. أحمد، والمعلق اللي قبل أحمد الضي أحمد البلوشي. أحمدات ما شاء الله، اللهم اجعل كل أيامنا حمد. الكرة ترجع الآن إلى رمية تماس لأبناء السعودية. التنفيذ من فهد هذا الذي يلعب في كل الخانات، يمين يسار ارتكاز، يلعب في كل الخانات، يتوزع. الكرة تعود الآن للاعب عبد الرزاق أو عبد الرازق، 2 عبد الرزاق و15 عبد الرازق. الكرة تعود، لا يوجد أحد البتة. الكرة ترجع الآن لوسط الميدان، الدفاعات تبعدها من فهد أيضا، فهد ارتكاز وفهد على اليسار، وهنا التمريرة الجميلة، ولكنه جاء مسددا فبالتالي لم يستطع اللحاق. هيا يا أبناء ماجد عبد الله، هيا، والتوزيع، ولكن الدفاع. أبناء ماجد عبد الله السعوديون، عليكم أن تنطلقوا بالكرات وتسجلوها كما كان يفعلها ذلك الرجل وكما كان تاريخكم. ألم تتأثروا بعمر سومة رجل سوريا الذي يسدد ويلعب وكأنه أمير للكرة العربية؟ صدقوني قريبا سنراه عاليا خفاقا، مع تحياتنا للرائع الخفاق ناصر الشمراني. وهنا أمامنا الكرة، ناصر الذي يعني هو هداف كأس دوري أبطال آسيا ب25 هدف، 25 جول. وهنا التوزيع ممكن، الاستفادة إن أمكن، ولكن الكرة تلعب. وبالمناسبة الكرة ترجع الآن، الكرة السعودية. إذن الآن الكرة إلى رمية تماس، آخر دقيقة ربما.
آخر دقيقة. لن ينسى السعوديون أيضا الحارس محمد الدعيع، ومر الدعيع في عرين لن ينسوه أبدا هذا الرجل الأسطوري الغريب. والآن طبعا يقود المنتخب السعودي الكبير طبعا أسامة هوساوي، المدافع الذي ولد في العام 84. الكرة ترجع أوه الأوفسايد، لز الكرة مرة واحدة لجميع النجوم، قال أحسن يتم الناقصة. الكرة تعود الآن. هذه هي الكرة التي لعبت. ترجع الكرة مرة أخرى. خلاص الزمن الرسمي انتهى البتة. يا ترى كم سيرفع الحكم من زمن؟ الكرة الآن تعود من جديد. تعود التمرير الآن لمصلحة، وفي هذه اللحظات في هذه اللقطات لم يضف الحكم ولا ثانية. لن نقول أنه شحيحا ضن بالثواني، ولن نقول أنه بخيلا اكتفى بعدم الزيادة، ولكن شوط ثاني إن شاء الله. 2. ما هي الاثنين؟ تحياتنا لهذه الوجوه المشرقة الجميلة، هؤلاء الأطفال الذين هم زينة الحياة، وبالتالي نراهم أملا خفاقا. السجود والشكر والجلوس بعد التعب والإرهاق. أحمد الضيبي شارع يحييكم. عبد الرزاق بالرقم 15 سيكون له مستقبل واعد في كرة القدم. إلى شوط المباراة الثاني نلتقيكم بإذن الله. بداية الشوط الثاني. تحية وسلامة متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل زمان ومكان، متتبعي بطولة كأس جيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى شوط المباراة الثاني. هذا أحمد الضيبي شارع يحييكم إلى شوط ثاني نتمنى أن نرى فيه أهدافا ترسم يعني في الشباك، من يكون رساما ومن يكون ناحتا للأهداف التي ربما نراها. إذا الكرة تبدأ الآن مشاهدينا، والتسديدة منذ البداية التي نراها الآن. تعود الكرة الآن من وسط الميدان، تعود الكرة الصومالية، تعود من جديد، ولكن المتابعة الانطلاقة كانت بيد أن الدفاع عثمان صلاد يلعبها، ولكن الحارس صاحي. ما هذا والجهاز الفني والمتابعة يحذروا من لم شفتوا زي دي اعمل حسابكم منها. بالتالي الكرة الآن ترجع لوسط الميدان. هذه هي التسديدة التي كادت أن تباغت الحارس مبارك عيسى المري، ولكنها بسلام وأمان ترجع يعني فيها بعض الأمان إلى ركلة زاوية. الكرة تلعب من ركلة زاوية عالية مرفوعة، هدف ربما، ولكن قبل ذلك الحكم يشير إلى لمسة يد ويحتج عليها. طبعا يعني يحتج عليها هذا اللاعب، لا يريد عبد الرزاق محمد عبد الله. عبد الرزاق محمد عبد الله بالرقم 15، هذا اللاعب الخطير الذي يبدو لديه مستقبلا عظيما. وهذه هي الكرة. نعم هنالك لمسة يد، وكان التسديد سيأتي ربما من عبد الرحيم أحمد محمد، ولكن الكرة ترجع. عبد الرزاق محمد عبد الله، عبد الرزاق يحاول الانطلاق، ولكن الكرة تقطع الآن، تقطع من جديد. هنالك انطلاقة محاولة إبراهيم عبد نور القادم من الخلف، ولكن الدفاع أيضا يتصدى. الكرة ترجع مرة أخرى سعودية، لكنها تذهب من محمد الخثامي لتعود الكرة الآن، تعود من جديد. هل هذه العباءة من البرد يا ولدي؟ هل هي من البرد؟ لا، درجة الحرارة عادية. الكرة من وسط الميدان تلعب عالية، ولكن حارس المرمى أيضا القامة تساعده تماما، القامة تساعده بكل سهولة. الكرة على اليمين الآن، على اليمين المحاولة، الانطلاق، التمريرة، إبراهيم، الفرصة والأوفسايد. الأوفسايد يبدو واضحا على عبد الرحيم أحمد محمد الذي يصر ويلح على أن يخطف هدفا، على أن يسجل جول، على أن يكون متقدما سباقا للأهداف، تواقا للمرمى. والكرة ترجع مرة أخرى هنا أمامنا، من يفرز من ومن يفرخ من. هذا تيم سعودي رائع، والكرة الآن إلى رمي التماس. تيم سعودي رائع يا محمد المالكي، هذا المدرب تيم رائع. وقالوا دائما أن الأفاتارات ينتجون الأفاتارات، وقالوا أن السعداء ينتجون السعداء، هكذا قالوها وهكذا عنونوها. لذلك أنا أقول دائما بأن جيل فيه تاريخ لكرة القدم، مع أنه نحن لا يهمنا كثير من التاريخ، بل يهمنا قليل من الماضي، قليل من الحاضر على الأقل. أمامنا الهجمة، عبد الرزاق يلعبها خطيرة، فرصة،
ولكن كانت يعني الدفاع، كانت اللصاقة الدفاعية، والكرة ترجع إلى ركلة مرمى. هذا اللاعب عبد الرزاق يعني محمد عبد الله له شأن كما ذكرت، وسيكون له شأن كبير. إذن بالتالي الصومال جيبوتي جزر القمر، أيهما سيكون الحصان الأسود أم أنهم الثلاثة سيكونون حصانا أسودا؟ في نفس الوقت أنا أقول يعني يقولون أن التاريخ لا يرحم، ولكن التاريخ يمكن أن يكون في غاية السعادة. فمن ينسى هدف سعيد العويران يا سادة؟ من ينساه؟ وهنا قد لا ينساه. والكرة خطيرة والهدف، هدف جول، هدف جول يا محمد المالكي، هدف جميل. ولا كنا نتكلم عن هذا اللاعب، ولا كنا نتكلم عنه، عن أهدافه. تركي أحمد الزهراني، حمدا لله وشكرا لله. شوف الكرة كيف لعبت، كيف سددت، كيف مررت من أحمد وليد وسددها في المرمى، صدها الحارس ليعلنها أخيرا، ليؤكدها في المنتهى. هذا اللاعب سعيد، هذا اللاعب يعني بالرقم 6 الذي أحرز الهدف، تركي أحمد الزهراني يحرز الهدف الجميل. قلنا أن قوما يفرزون أفاتارات ينتجون أفاتارات، هذا شيء معروف في التاريخ. كان هنالك رجل في من قبلنا وفي الأزمان السابقة وفي العهود الماضية في الأزمنة الغابرة كان يلقب بآكل المرار. آكل المرار أي أنه يأكل، والكرة إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. كان يأكل مرار الطرائد التي يجدها في الصيد، وكان ملكا عظيما وقتها. أتدرون من أنتج لنا امرؤ القيس الذي قال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. الكرة ترجع الآن من جديد. هكذا الأفاتارات ينتجون الأفاتارات. اجتهد ربيعة فأنجب وائل، وهنا العويران ينتج هذا اللاعب سعيد أحمد الزهراني الذي أحرز هدف جميل، الذي أحرز الهدف، أو تركي أحمد الزهراني. هنا الكرة الآن على اليمين، على اليمين المحاولة، 3 لاعبين، المحاولة، الحماس السعودي، جرينتا أهل الرياض الآن تبدأ وتظهر بتاريخ النصر العالمي، بذكريات الاتحاد، بقتال الهلال، وبأجمل العبارات لنادي الشباب. هذا النادي الذي قيل عنه أنه هو الذي قلنا عنه أخرج لنا الدر سعيد العويران. الماجد عبد الله الذي لم يحطم رقمه ولم ابتعد هذا الرقم إلى أن جاء نايف هزازي الذي أخذ ذاك الرقم الذي سيكتب في التاريخ في 98 اللي معروف. وهنا التبديل أمامنا في صفوف الفرقة السعودية، أخيرا قالوها، أعلنوا بأن هنالك تبديل. تعبوا من يعني المتابعة، قالوا نعمل تبديل عشان ندي فرص للركان العتيبي 4 يدخل، عبد الله القرني بالرقم 3 يخرج. المخالفة مرة أخرى العكسية تلعب ولكنها لم تكن عالية. يعني شوف لما الدفاع لم يعني يتفوق في الكرة العالية قبل قليل صدها الحارس، أي بمعنى أن هنالك ثغرة في الحارس في الكرات الثابتة، فيمكن لو ركز عليها الفريق السعودي ربما ينجح فيها كثيرا ويعطيهم ويلات وويلات. وركلة مرمى، شوف بالله كان في مساحة ولم تخرج بعد، خرجت إلى ركلة مرمى. شوف بالله هنالك طبعا سيارات البث، هذا التعب من أجل إرضاء المشاهد الكريم. وهذا الرقم وهذا الكلام يقول أنا 9، أنا سعودي، أنا قادم للنصر. هكذا هو يتحدث، هكذا هو يتكلم بلغة العباقرة وبلغة التاريخ وبلغة كرة القدم. الكرة ترجع الآن من جديد، ترجع إلى رمي التماس، ينفذها فهد محمد حنتول، ولكن تستبدل منه الكرة الآن أمامنا في وسط الميدان. تعود 27 دقيقة تمر، النتيجة كما نراها. وهنا انطلاق الآن عثمان صلاد. اليوم تعطل محرك جوجل، محرك البحث يا عثمان صلاد. سنسألك يا كفاح الكعبي عنه، لماذا تأخر هذا الرجل أيها الخبير الأفاتار في شؤون التحليل دائما وأبدا. هنا أمامنا الهجمة، أمامنا التوزيعة، ولكن الدفاع حار أبناء الصومال، أصغر منهم سجلوا، أصغر منهم قامة، ولكن رغم ذلك أحرزوا وأكدوا وسددوا.
ولكن هنا التسديدة الصومالية، ولكن التصدي من حراسة المرمى يا عثمان يا عبد الله سار السنغال 2002. الكرة تلعب، ذلك الكأس الذي فازت به مصر بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في استاد القاهرة يوم ذاك النهائي، يوم أن غنى المصريون والله عملوها الرجالة، ويوم أن كانوا يقولوا أبو تريكة يا فنان العب كمان وكمان، هكذا كانوا الحضر يا فرعون واقف أسد في الجون، هكذا كانت أغانيهم. رمية التماس تلعب وبالسلامة لك يعني يا أحمد عبد العزيز، بالسلامة. وأيضا لدينا لاعب آخر ساقط اسمه إبراهيم عبد نور، سلام لكما، سلام وأنت أيها يا صاحب العينين الغائرتين، إلى أين تنظر وإلى أين ماذا تفكر وماذا تقول وأنت في هذه الثواني كأنك تتمنى هدفا تعادلي. أحمد الحادي بالسلامة يا أحمد الحادي، بالسلامة يا أحمد عبد العزيز الحادي، إن شاء الله يا رب السلامة. ولكن مع كراتك تاه الركب والحادي، تاه الركب والحادي يا أحمد. الكرة تعود، وهذا هو عثمان، هذا المدرب الذي ولد في العام 1958، العام الذي ولد فيه ماجد عبد الله. وهنا شوف الإشارة وشوف الحديث وشوف الكلام وشوف الروائع، جميع النجوم جميع النجوم هنا في بطولة كأس جيم، هنا في هذه البطولة. سلام يا أحمد عبد العزيز الحادي، سلاما يا فخر السعوديون. يشابه لي هذا اللاعب، يعطي يعني بديني ملامح شديدة جدا للاعب يعني المعروف يحيى الشهري لاعب النصر بالرقم 8، ذلك الوسط الممتاز والمضياء في سماوات الملعب. الكرة تعود الآن من جديد. الكرة ترجع الآن من وسط الميدان. هذا هو الانطلاق من جديد من وسط الميدان. تعود الكرة، شوف التمريرة على اليسار، على اليسار، والدفاع يقاتل، والكرة إلى ركلة مرمى. 30 دقيقة تمر، 30 دقيقة تذهب، وما زالت النتيجة بهذا الطعم. بدر المطوع اسم لن تنساه جماهير الكرة العربية، ذلك الكويتي الرائع، و89 أمير الكرة العربية عمر سومة، والتوزيعة وركلة المرمى. هنالك من دمشق قادم ومن تاريخه معروف. وأيضا لن تنسى الكرة ناصر الشمراني، ياسر القحطاني، وتلك الأسماء النيرة وتلك الثلة والكوكب الجميلة في تاريخ كرة القدم، حتى يحيى الشهري وحتى نايف هزازي وحتى كل تلك الأسماء لن تنسى ولن تمحى البتة. الكرة تلعب من وسط الميدان، الحوار يكثر والحديث يئن، والكرة تحت الأقدام ترن، فأي يكون له فرحات وأي يكون فيه باحات الجمال وأفق الإبداع وساحات الفرحة. فبالتالي هذه البطولة أماسيها روعة وسحرها جمال، وإن من البيان لسحرا، وفي كرة القدم سحر، وفي بطولة كأس جيم سحر وفخر، فكيف سنتكلم عنه؟ الكرة إلى رمي التماس، بطولة تخرج لك اللاعبين، توريك أنك أنت عندك منتخبات عالية منظمة، كيف تستفيد من هذه الدرر. وبالتالي نحن دوما هذا ما نتمناه، والكرة إلى الحارس في يمناه، الكرة في حارس المرمى الذي يقول لن تحرز أهداف في مرمى أنا حارسه. هكذا أنت تقول أم تحكي حكاية أليس في بلاد العجائب يوم دخول القلعة ويوم أن بحثت عن الطرق وقيل لها إلى أين تذهبين؟ قالت لا أعلم أين أذهب. قال إذا لا يهم الطريق. الكرة تعود الآن من جديد، هنا عثمان يحاول يقاتل من جديد، ولكن هنالك عبد الرازق يعطي التمريرة. الكرة تعود من وسط الميدان الآن، فهد يلعبها والكرة تصطاد وترجع لهذا البديل الناجح، أين تذهب بها؟ ولكن هنالك دفاع يقاتل من جديد بقوة. الكوماندوز، تلك الكلمة التي تعني القوات الخاصة، الكوماندوز التي تمر من هنا تعبر من هنا لكي تذهب إلى جدار برلين. سقط نعم في العام 1990، ولكن التاريخ يبقى والذكرى تكتب والتاريخ موجود. الكرة الآن من وسط الميدان، هنا في المدينة الفاضلة، هنا في دوحة العرب القطرية الغناء الوارفة بظلالها، لا يظمأ قوم شربوا من ماء الخليج. والكرة تلعب إلى حارس المرمى، اعمل حسابك يا حارس، لا يظمأ قوما شربوا من ماء
ماء الخليج، ولن تضيع مواهبا ظهرت في الدوحة. سلامي لكل الوطن العربي، وسلامي لكل من يلعب في هذه البطولة التي تضم 14 فريقا. تاريخ هذا يسجل. في العام الماضي 10 فرق عندما كنا عليها هنالك في الملعب الإخوية. تلك الأيام الخوالي لم تنتهي البتة، ولكنها ستظل في الذاكرة وستكتب بماء الزرياب. دوما نقول زرياب. هيا يا ولدي، انطلق الآن من وسط الميدان، اذهب إليه وحدثه، خبره وكلمه، ولكن الكرة من وسط الميدان. كأنهم يبحثون عن أسباب لتسجيل الهدف، كأن القوم كانوا يسكنون الأحقاف في مناطق الرمال فذهبوا إلى بلاد الجبال، كأن هكذا هم يقولوها وبالتالي يحدثوها. الصباح كانت مباراة الأردن هنالك التي انتهت بال1-0 للبحرين، وكل ما آت من بلاد الشام الطيب، سواء كان سوريا أو لبنان، سواء كان الأردن أو فلسطين، سواء كانت كل تلك الأسماء. الكرة تلعب الآن لرمي التماس. أم لم تخرج بعد؟ لم تخرج. هنالك دفاع يقاتل، هنالك حديث يذكر، والكرة من وسط الميدان. 6 دقائق على النهاية لنهاية الشوط الثاني الذي لعبت فيه الجرينتا السعودية. الحماس السعودي كثيرا الذي ظهر، ومن يكون دوتشي مرة أخرى، من يكتب اسمه بتاريخ، ومن يكون راكبا لبراق النصر. أين البراق في هذا اليوم؟ ومن سيتغنى بأحلى الأشعار؟ الكرة تلعب الآن من وسط الميدان. من له أخ يتابع ومن له عم يتابع. العم من أنت مسرور بنعمته، والتسديد للحارس، والخال من أنت من أضراره خالي، والصفقة للاعب العظيم المثالي. الكرة تعود الآن، ترجع بكل سهولة. جميع النجوم، جميع النجوم. هكذا هي المفخرة، هكذا هي المباهي، هكذا هي الأفراح، هكذا يا أمل المستقبل. صغار اليوم هم أمل الغد. دائما يقولون إذا فشل الكبار نجح الصغار. لا يمكن أن يفشل الكبار والصغار يفشلون. والتسديدة هدف جول، ركلة مرمى ذهبت قريبة، قام لها الجهاز الفني، تابعها من في دكة البدلاء، شاهدها من كان يتابع، ذهبت إلى الأقاصي، مرت إلى البعيد، سددت الكرة بأحلى تسديدة، ولكنها إلى ركلة مرمى. الآن قادمون، هكذا يقولون. 3-1 السعودية سوريا في أول مباراة ودية كانت في بلاد الصنوبر، في عاصمة قابات الصنوبر. هنالك بيروت التي كانت تسمى وما زالت ببلاد الآبار، وأيضا ببلاد الجليد واللبن. هل يعني البياض؟ وهنا توزيع مرة أخرى في فرصة الانطلاق. من يجعل الهدف الآن، ومن يضرب بالملحاح، ومن يكون له أحلى صباح، من يقتحم يعني معاقل، أو من يمد قدراتهم بالنار، ومن يهاجم في رائع النهار، ومن يقتحم معاقل الجبار، ومن يستخلص الماء على اقتدار، ومن يوشع النهر بأرجوان، ومن يشيع الفرحة بمهرجان. من يكون له هذا؟ الكرة من رمي التماس الآن لمصلحة الفرقة الصومالية. هنا أمامنا أفراح قد تنطلق وهجمة، ولكنها الركنية. نعم الركنية التي في العام 1906 تعديلا للقانون بعد وضعه في العام 1904، في عام ما أسس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في عام أسست فيه الفيفا، في العام 1904. كانت أحلى الذكريات، وكانت أجمل الفرحات، وكانت أحلى والتسديدة، ولكن إلى ركلة مرمى. انظر جيدا يا ولدي. هنا تاه الركب والحادي، هنا ضاع الغر والماهر، هنا إلى نجد السلام وإلى الرياض التحايا وأحلى باغات الكلام. من هنا انطلاقة، والصومال وأبناء مقديشو هنالك احتفالات لو عادلوا أو لو انتصروا، ولكن الله أعلم أن ينتصروا وسط جيوش السعودية هنا التي تحاصر الملعب، التي تقاتل هنا في كل الجنبات، في كل الجنبات، وفي كافة الأصقاع وسائر البقاع. لا هجمة تمر ولا حديث يذكر إلا حديث السعر في المرمى. الآن السعر يتحدث عن هدف تعادلي والتسديد، ولكن لا، قالوا لا يموت سعر وراءه اليمامة، لا يموت ثأر وراءه اليمامة، ولن يموت هدف وراءه الصوماليون. هذه هي التسديدة، ولكنها ذهبت إلى البعيد. هكذا كانوا يقولوها، وأضيف عليها: لا يشرب من ظن أو لا يظمأ من شرب من كأس الخليج، ولن يضيع من ظهر في المدينة الفاضلة هنا في دوحة العرب. التوزيع تعود صومالية، الفرحات قادمة والأفراح، ولكن لمن سيكون؟ حكم الوسط يتابع. بالله يا حكم، هو أنت تتابع هذه المباراة وقال لك حتحكم مباراة الصومال والسعودية؟ ماذا كانت أفكارك؟ كيف أتت
أمنيات وأفكارك. أجبني أسألك بالله، لا تكذب علي، اخبرني بصراحة بكل أمان كيف أنت كان شعورك قبل هذه المباراة وأنتم أيها الجنود البواسل القادمون لتكونوا فوارس، قادمون أن تكونوا جوارح الأرض وكواسرها. الكرة تعود الآن من جديد لحارس المرمى الذي لديه ثغرة في مسألة التصدي للكرات الثابتة التي يستغلها الألمان دوما، والكرة تعود خطيرة والدفاع لا. هنا هجمة، التعادل جول، التعادل لا 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 لا، والتسديدة، الهدف. هذه عدالة السماء وربي، هذه عدالة السماء، لأنهم لعبوا في الشوط الثاني، لأنهم اجتهدوا في الشوط الثاني. يا 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 هدف رائع، هدف جول. هكذا نحن لن نكون صيدا سهلا حتى وإن كتبت علينا الهزيمة، هكذا قالوها. شوف الانطلاقة من هنا، المحاولة، المراوغة، من ثم التسديد على العارضة، الحظ يعاند، ولكن هنا من أتى أليس عثمان؟ هو عثمان الذي أحرز في مرمى لبنان، هو عثمان الذي لديه 3 أهداف. يبدو أننا نمر بمنعطف إيجابي. هنالك تفكر، هنالك تأمل. وانت داخل على قناة جيم تجد في المعبر مكتوب تفكر، تأمل، تساءل، ابدع، لا تسكت. يقول لك دائما هكذا هنالك، وبالتالي هي اللي يقول عنها علماء NLP، علماء البرمجة اللغوية العصبية، بأنها البرمجة الإيجابية، بأنك تبحث عن النجاح يا عثمان يا عبدي. أنت ستكون نصرا للكرة العربية قادما، ستكون ممن يأخذون الذهب. ستسمع كلامي هذا بعد 10 أو 15 سنة، وهنا فرصة إدراك الثأر مرة أخرى، لأن هنا بعد أن أحرزوا الهدف كأن أبناء الصومال يقولون سيعلم أبناء السعودية بأن حماية ليس بمستباح، سيعلم أبناء السعودية حيث كانوا بأن حماية ليس بمستباح، لم يبيحوا الحمى ولم يتركوا الفرصة، ولذلك كان الهدف. هنا الكرة الآن على اليسار، من يفعل براي سويت في نفسي، هكذا يغنيها الدفاع، هكذا يتحدث عنها. أم أنك تستمع إلى شعر وأغاني وصوت كوكب الشرق أم كلثوم، أم أنك تستمع إلى طلال مداح، أم أنك تذهب إلى محمد عبده اللي مولود في العام 46. الكرة ترجع الآن من جديد في وسط الميدان. المتابعات هنا كم دقيقة ستضيف أيها الحكم؟ دقيقة واحدة أيها الحكم، يجب أن تساءل عليها من الاتحاد القطري. يجب أن تضيف 140 دقيقة على الأقل، 140 دقيقة. يجب أن تنسى تصاب بزهايمر مؤقت من أجل متعة هذه المباراة. لكم ستقطع علينا هذه المتعة يا قوم؟ هل من هدف؟ هل من يأتي بهدف قبل الرماء تملأ الكنائن، ومن ملأ الكنانة والهدف والدفاع يتصدى. الحارس موجود هذه المرة، يقول لن تتعدى الحدود وأن حماية ليس بمستباح. نعم، يؤكدها ويعلنها، ولا مناص. حذاري من هدف ثاني يأتي قتلا للآمال، يأتي وعدا للانتصار والتسديدة، ولكن هذه المرة الدفاع. نحن على الأعصاب، ومن يصور لنا على الأعصاب؟ من يصور لي على الأعصاب؟ ومن يصور لك أنت على الأعصاب؟ ومن يرسم على حسك جمالك الهياب في روعة الجرسي، ثم تستدني باب وتقعد على نفسي حتى لا يجف الشراب من حافة الكأس. والكرة تعود الآن من جديد. هنا متابعة. قم يا طرير الشباب، غني لنا، غني يا حلو يا مستطاب انشودة الجني. برافو يا حكم، برافو يا حكم، رغم أنك لم تضيف، يعني ما أضفت زمن كثير، لكن مبروكا ثم مبروك. لا أتحمل هذه اللقطات، ليس لدي قلب قوي لأرى صياح الأطفال، ولم نتحمله من سامي ولا ساجد ولا حتوتة ولا غيرها، فبالتالي من الصعوبة أن نتحمله من هؤلاء أسود الغد. اليوم خسروا، غدا ينتصروا. اليوم يعني انهزموا، وغدا يأتون كرارا لعروش أوروبا الرياضية فاتحين في الأولد ترافورد في مدينة ترافورد أو بلدية ترافورد. يا ولدي، اليوم تتعادل وغدا تنتصر، اليوم تتعادل وغدا تنتصر. صدقني، إن لم تنتصر في هذه النسخة فبربما النسخة القادمة، إن لم تفرح وتتأهل في هذه المرة، ستكون لك مرات ومرات ومرات، وستأتي بالأفاعيل وستحدث لك التواريخ. الآن الحكم يعلنها، التعادل الذي حدث، رغم أنهم أدركوا التعادل في آخر الثواني، رغم أنهم أتوا بالتعادل. الآن في هذه اللحظة نبقى مع جائزة أفضل لاعب. أفضل لاعب في المباراة برعاية أوريدو.
نعم الآن إذا نبقى مع جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، وحتما لم تذهب إلى البعيد جائزة أفضل لاعب اللاعب بالرقم 7 عثمان صلاد. هذا عثمان صلاد عبدي الذي أحرز هدف التعادل وأحرز في مرمى لبنان جندل الفرسان، وأعلنها يقدمها الأستاذ سعد صالح الهديفي أفاتار الرياضة. الآن تقدم هذه الجائزة يعني، والسهم طبعا بالقرب دائما، وبالتالي الجائزة هي جهاز آيفون الذي دائما ما يعطى لأفضل لاعب في البطولة. ما سألنا من وين أنت؟ من الصومال، أي مدينة؟ أفضل لاعب في المباراة برعاية أوريدو. إذا متابعينا في كل زمان ومكان، أحلى تحية وأجمل سلام، تحية وسلامة. استمتعنا كثيرا. قالوا أن الصينيون اكتشفوا كرة القدم، والإنجليز نظموها، والبرازيليون أتقنوها، بيد أن السعوديون جعلوا فيها البسمة، والقطريون حدثوها. أحلى تحايا أحمد الضيب إشارة. نلتقيكم في يوم الغد بإذن الله. السلام عليكم.